بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو جديد النهارده ان شاء الله من عند الفراخ الساسو اهو. حبيت كده ان انا اصورها لكم وحبيت ان انا اوريها لكم علشان انتوا بس تبقوا شايفين الفراخ الساسو. احنا يعني بقالنا كتير ما اتكلمناش عن الفراخ الساسو. حابه كده هديكي شويه معلومات عن الفراخ الساسو. بس قبل ما نخش في الفيديو ما تنسوش يا حبايبي اللايك للفيديو علشان يوصل لعدد ناس كتيره، وعلشان الناس برضو اللي حابه تعمل مشاريع في بيتها، واللي حابه ان هي تجيب شويه فراخ تعرف تمشي معاهم ازاي. الفراخ دي ما كملتش لسه 60 يوم، يعني لسه ما قفلوش الشهرين ولا حاجه. هما تقريبا حاجه و50 يوم، بس الصراحه مش متذكره يعني اليوم بالظبط قد ايه. تمام. المهم يعني ان هما لسه ما قفلوش معايا الايه الشهرين. بس بصوا شايفين بسم الله ما شاء الله. هقرب لكم شويه كده. طبعا هوزن لكم النهارده ان شاء الله، هوزن كده وهقول لكم هنشوف الوزن قد ايه، وهنشوف ان شاء الله الاوزان معانا هتبقى عامله قد ايه مع الفراخ الساسو. طيب مبدئيا حابه اتكلم معاكم بقى شويه في الفراخ الساسو. الفراخ الساسو دي عشان بتجيلي اسئله، هي الفراخ الساسو دي طعمها زي الفراخ البيضه؟ لا خالص. الفرخ الساسو بيبقى مشابه للفرخ البلدي في الطعم، حلو جدا جدا. بصوا لما ذبحته شمرت كده شويه وبدات شويته على الفحم كان حاجه وهم، لان كان فيه نسبه دهون كده حلوه قوي، فكان الصراحه مطعم الفراخ. فهو طعم زي الفراخ البلدي حلو جدا. بيستحمل معاكي برضو درجات الحرارة العالية. هو مناعته أعلى من الأبيض، يعني هو مهما يكون الساسو مناعته أعلى من الأبيض بكتير، فالمناعة عنده حلوة. فبيستحمل برضو معاكي شوية تقلبات الجو، لو البرد بيستحمل معاكي، في الصيف بيستحمل معاكي. بس الصراحة هو في عيب برضو، ان هو دايما بتبص تلاقيه بياخد برد على طول يعني. بس دي برضو من درجات الحرارة، لو احنا عرفنا نظبط درجات الحرارة هو هيتظبط معانا ان شاء الله. دورته بتبقى قد ايه معاكي؟ من 50 يوم ل 60 يوم. حابه تذبحي على الشهرين تمام، حابه تذبحي بعد الشهرين برضو شوفي اللي يريحك ايه، مفيش مشكله خالص. وفي ناس بتسيبه لحد 6 شهور وبيبدا يبيض عندها. بس الصراحه هو كبيض مش حلو يعني، هو كبيض مش حلو يعني. ما انصحكيش لو انت بتجيبي، لو عايزه تجيبي فراخ ساسو للبيض، لا لا، هاتيلك شويه بلدي مشعر، او هاتيلك شويه بلدي، فراخ بلدي للبيض احسن طبعا من من الساسو. حاجات كده بقى عايزين ناخد بالنا منها. اول حاجه واحنا بنجيب الفراخ الساسو، اهم شيء نوع الكتكوت، وهتكلم معاكم عن نوع الكتكوت بالظبط ان شاء الله. تاني حاجه نوع العلف اللي انت بتستعمليه. حاجه كمان التحصينات، لازم تجيبي له برضو تحصينات كده. في اول برضو 4-5 ايام لازم برضو تجيبي له التحصينات بتاعته. درجات الحراره ظبطيها، المكان يكون نظيف، دايما السقايات تكون مغسوله ومتعقمه. كل ده ان شاء الله عامل اساسي معاكي في ان الفراخ الساسو هتبقى معاكي هتكبر وهتعلى وهتبقى زي الفل. بصوا حبايبي، حابه بس استعرض معاكم الجدول بتاع الوزن والعمر بتاع الفراخ الساسو، علشان ناس كتيره بتقولي بتسالني الاوزان بتبقى ايه وبيستهلك معايا قد ايه. فالوزن قدامكم اهوت، جدول اهوت، ممكن تصوريه وتبداي برضو تشوفي انت ماشيه صح ولا غلط. طيب الامراض بقى اللي بتيجي للفراخ الساسو ايه؟ بتيجي بقى، هخلي ان شاء الله الامراض دي في حلقات تانية، هحكي لكم كل مرض ايه واعراضه ايه وعلاجه ايه باذن الله. تمام. في معاكي السلمونيلا، في معاكي النيوكاسل، في التنفسي، في سموم فطريه، في كوكسيديا، في كوليستيريديا. كل الحاجات دي بتقابل الفراخ الساسو او اي فراخ معاكي، بتبدا تقابلها الامراض دي. فانت هتعملي ايه؟ انت دايما هتدي كل اسبوع مضاد سموم. كل اسبوع مثلا هتدي رافع مناعه اللي هو التوم اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، علشان تبقي محصنه الطيور عندك ان شاء الله ما يحتاجوش لاي حاجه. اللي متابع معايا وعارف ان الفراخ دي كان عندها شويه برد مع دفعه الفراخ البيضه، عشان كان جالي سؤال ينفع نحط الابيض مع الساسو؟ ايوه ينفع، بس هم عندهم شويه برد بسيطه جدا، فما ينفعش ان انا اخدهم احطهم دلوقتي مع الفراخ البيضه، ممكن يعيوا الفراخ البيضه. الفراخ البيضه حساسه. طيب التغذيه بقى معاكي ايه؟ التغذيه بتاعت الفراخ الساسو معاكي من اول يوم لحد 25 يوم بتبداي تدي علف بادي تركيز 23. بعد ال 25 يوم معاكي مثلا ممكن هتدي ال 50 يوم او 45 يوم علف نامي.
تركيز 21، وبعد كده ممكن تبداي تدي العلف الناهي. بس انا الصراحه ما بديش لطيور، ما فيش اي طيره اديت لها علف ناهي قبل كده، انا بشتغل معاهم بالنامي. بس انا حاليا عملت لهم اكل يعني وكده، حطيت شويه عيش على شويه علف على شويه فول صويا، وممكن احط معلقه حلبه، بيبداوا ياكلوا منها وحلوه جدا ليهم. تمام. حاجه كمان هنتكلم عليها بقى اللي هي الايه، الفراخ الساسو. في منها نوعين عشان برضو بيجيلي اسئله. الفراخ الساسو اما كنت وزنت كانت فراخي اعلى من عندي ناس تانية. الفراخ الساسو دول نوعين يا حبايبي، الساسو دول نوعين، جيل اول وجيل تاني. الجيل الاول ده بيجي عن تزاوج ذكر جيل اول مع انثى جيل اول، فعشان كده بيجيبوا الجيل الاول ده. وطبعا دوت بيبقى حلو جدا، بيستهلك معاكي ممكن في طول الدورة 4 كيلو ونص علف، وبيكبر معاكي، بيبقى ممكن يوصل ل2 كيلو و2 كيلو وكمان على 60 يوم. فدوت الفرزة الأولى طبعا بتبقى المناعة عنده حلوة جدا جدا وقوية، بيبقى زي الفل معاكي. طيب الجيل التاني بقى اللي ناس كتيرة بتجيب منه وبتقع في نفس الغلطة دي، اللي هو بيبقى ناتج عن تزاوج ذكر جيل اول مع انثى جيل تاني، فعشان كده بينتج بقى الايه اللي هو الجيل الايه التاني ده. طبعا ده بيبقى المناعه عنده ضعيفه، وده يعني ممكن دورته بيجي مثلا معاكي كيلو ونص ولا حاجه، او كمان اقل من كيلو ونص، او اقل كمان من كيلو ونص. تمام. فعلشان كده دايما وبياكل اكتر، يعني هو بياكل كمان اكتر من الايه من الفراخ الساسو دي. الجيل الاول ممكن الجيل التاني ده ياكل معاكي زي 5 كيلو علف ولا حاجه، وكل فرخ بياكل معاكي زي 5 كيلو. انما الجيل الاول بيوفر معاكي شويه في العلف. فتاكدي بس ان هو جيل اول، وتاكدي ان هي فرزه حلوه. وبرده باكد عليكي الفراخ دي لازم تفرزيها حلوه عند التاجر، لازم تمسكي الفرخ يبقى حلو معاكي. كل العوامل دي طبعا هتساعد معاكي ان انتي تجيبي ان شاء الله ويطلع عندك فراخ حلوه زي الفراخ الساسو. طيب تعالوا بقى يا حبايبي هنوزن ان شاء الله، هنجهز الميزانه وهنوزن. طبعا ما بوزنش، واللي برضو متابع معايا عارف لو انا كنت مشغله ليهم لمبه كانت هتفرق معاهم كتير في الاوزان، بس انا سايباهم كده في الحته اللي انتوا شايفينها ديت. حتى من ساعه ما حطيتهم اهوت الارض نظيفه، ما غيرتش الارض ولا حاجه، لان هم 4 مش موسخين المكان، والمكان واسع عليهم عمالين بيروحوا ويجوا، فمش موسخين المكان. فمن ساعه ما حطيتهم ما نضفتش ولا حاجه، والارض عندهم زي الفل. فطبعا لو كنت بشغل لمبه ليهم كانت هتفرق بقى، كانوا هياكلوا صبح وليل صبح وليل، انما هم دلوقتي بياكلوا طول النهار بس، وبيناموا كده على حسب ما هتعودي الطيره عندك هتبدا تستجيب للي انت عايزاه. تعالوا بقى كده نوزن ونشوف الاوزان معانا قد ايه. بصوا يا حبايبي مبدئيا الميزانه اهيت مظبوطه. هبدا كده هشيل كده ديك وهرجع لكم تاني. اهوت يا حبايبي بصوا، هو ده الديك الوحيد اللي عندي، ربنا بس يهديه كده ويثبت اهو. بصوا شايفين شكله بقى عامل ازاي، يفرح. بصوا اهوت 2 كيلو وربع، 2 كيلو و300 جرام بالظبط، 2 كيلو و300 جرام اهو على الميزان اهوت. لو بعدت شويه اهوت يا حبايبي 2 كيلو و300 جرام اهو. همسك بقى بالبرايه كده برضو هنوزن علشان نشوف برضو الاوزان معانا قد ايه. بصوا لو شلته اهو، بس هو بيعضوا والله، لو شلته اهو عشان بس تبقوا انتوا شايفين ان الميزانه مظبوطه اهي. تمام. لو حطيته اهو ربنا يهديه بس اهوت يا حبايبي 2 كيلو و300 جرام اهو. هبدا بقى هشيله كده وهنجيب البرايه اهوت يا حبايبي، دي بالبرايه كده اهو، مش دي. بصوا عامله 2 كيلو و200 جرام، 2 كيلو و200 جرام. لو شلتها برضو كده اهو من على الميزانه اهو، الميزانه مظبوطه اهي. لو حطيتها على الميزانه اهو 2 كيلو و200 جرام. تمام. 2 كيلو و200 جرام. ما شاء الله الفراخ حلوه، الاوزان حلوه ما شاء الله تفرح. اوزني كده وشوفي برضو الوزن عندك قد ايه. ما تنسونيش بقى يا حبايبي لو طلعتوا حتى مستفيدين معايا بالحلقه دي، ما تنسوش اللايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.